الأهلي بيلعب بدون مدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. النهاردة لثالث أو رابع أو خامس مباراة على التوالي نحس إن الأهلي بيلعب بدون مدرب. إحنا بنلعب كده لعيبة بتلعب في الملعب خلاص. بالعكس، المدرب بيديها شحنة سلبية، بيدي تشكيل سلبي، بيدي كل حاجة سلبية، بيصدر كل حاجة سلبية للفرقة. لذلك احنا بنشوف اللي احنا بنشوفه الأيام دي. بجد كولر يا جماعة خارج الخدمة كليا. مش هنقول مثلا حتى جزئيا، لا، كولر خارج الخدمه كليا. كولر دلوقتي دماغه ما بقتش معانا خالص. دماغ بتشتغل لوحدها، دماغ بتعمل لعكس الصالح. يعني احنا شايفين الدنيا المفروض تمشي يمين، هو بيمشي شمال بكل ما تحتويه الكلمه من معنى. يعني النهارده عشان نلاقي التشكيل اللي هو منزله كولر ده في بدايه المباراه، ده تشكيل ما نزلوش الا حد ما عندوش فكره. يعني ما عندوش فكره عن كره القدم، ما اتفرجش على كره القدم، ما يعرفش لعيبه الاهلي، ما يعرفش حاجه خالص في الكوره. لذلك هو حط كده الايه التشكيل وخلاص. شويه لعيبه كده 11 لاعب منزلهم الملعب. ده بيلعب ازاي، ده بيلعب فين، خطه ايه، جمل تكتيكيه ايه، الشكل الفريق هيبقى ازاي، ده مش في الدماغ خالص خالص خالص. ده مش وارد اساسا عند كولر. هو كولر بيلعب على اساس ان احنا نتغلب او يبقى شكلنا وحش او يحصل اي حاجه للفرقه. يعني احنا دلوقتي في يعني لسه الثقه راجعه قريب لما فزنا ماتشين ورا بعض في الدوري العام وقلنا الدنيا هتحلو بقى والناس هتبقى في معنويات عاليه. جه هبط المعنويات تاني بالتشكيل الرديء جدا والغريب قوي. ولو واحد ضد النادي الاهلي هو اللي يحط التشكيل ده. يعني انا بصراحه بستغرب جدا. يعني هنقول انا بفكر المتواضع في كره القدم بالنسبه لكولر، يعني ادير المباراه احسن منه. اي حد في حضراتكم يدير المباراه احسن منه. ده هقول ايه بس. الواحد ما بيحبش يعني يغلط في حد او يحب يتجاوز في في حق حد، لكن ده زودها قوي. كولر زودها قوي 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 قوي. النهارده عشان يخلي الباك اليمين والباك الشمال قاعد الاساسيين قاعدين بره وينزل ناس ما عندهمش فكره، ده يبقى ضد الاهلي. عشان يلعب خط هجوم ما فيهوش مهاجم، ده يبقى ضد الاهلي. عشان يلعب في خط الوسط فيه اتنين لعيبه عندهم انذارات ولو خدوا الانذار التاني مش هيلعبوا المباراه الجايه، ده ضد الاهلي. عمل كل حاجه النهارده غلط. عمل كل حاجه النهارده ضد الاهلي، ضد الفرقه. مش ممكن، مش ممكن يا جماعه بجد. لو الاداره هتسيب المدرب ده يعمل كده اللي هو عايزه، بصراحه يبقى احنا يعني يبقى حرام علينا وحرام عليهم. بيحرقوا دمنا وبيحرقوا دم الناس على ايه؟ الصح باين والغلط باين. مش ممكن. التشكيل اللي نازل ده عمره ما يكسب، عمره ما يكسب، مش ممكن يكسب. فرقه زي ما قلت لكم كده، خط ظهر وخط وسط وخط هجوم، الثلاثه مش موجودين يا جماعه. التكوين بتاع الفرقه مش موجود. زي بني ادم ملوش ايدين ورجلين وجسم، مفيش حاجه خالص. الدنيا مهترئه. مفيش عنده فكره تكوين فرقه. اي فرقه كره قدم بيبقى فيه يعني زي الحاجه اللي ماسكه الجسم من اوله لاخره، عمود فقري ماسك الفرقه من اولها لاخرها. الفرقه ما فيهاش عمود فقري، ما فيهاش لعيبه ثابته. مش عارف بجد. يعني كابتن الخطيب مع اعزازنا وتقديرنا وحبنا ليه، ازاي سايب واحد زي ده عمال يخرب في الفرقه، عمال يبوظ في الدنيا. النادي الاهلي هيخسر جماهيره، هيخسر شعبيته. في فتره من الفترات قلنا ما عندكش باك يمين، كان محمد هاني مصاب. وقلنا كان علي معلول، وجه الراجل المغربي الثاني عطيه الله اتصاب. قلنا ما فيش باك شمال، جالنا الدبيس رجع. كريم الدبيس مستواه رائع. ما قعدوا جنبك في الباك الشمال. الناحيه اليمين كان محمد هاني مصاب، قعدت تحط لنا وتخترع في الباك اليمين. رجع محمد هاني قعدوا جنبك. مش ممكن، مش ممكن حاجه بجد يعني ما حدش يصدقها.
الا واحد بيكره النادي الاهلي وواحد عايز بيعمل ضد مصلحه النادي الاهلي. يعني لو جبنا مدرب الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي وقلنا له اختاروا فرقه، هيختاروا من الناس دي، هيحطوا الناس دي. حاجه في منتهى الغرابه. انا مش مصدق ان ده يبقى مدرب للنادي الاهلي، مش مصدق ان ده مستمر مع النادي الاهلي. وزي ما قلت لكم قبل كده، الفشل الذريع نقوله ما بنغيرش مدربين في نص الموسم. طب خليه لما يضيع الدنيا كلها ويسوق سمعه النادي الاهلي اساسا، ما يبقاش فيه جماهير للنادي الاهلي. النهارده نزل التشكيل بقى ايه؟ مصطفى شوبير حارس مرمى، خط الظهر خالد عبد الفتاح يمين، كوكا الايقونه بتاعته، هو بيحب كوكا. والله لو غير الدنيا كلها كوكا ونتفت، دول قاعدين في الملعب والله لو ما اتحركوا هم كوكا ونتفت. حد يعترض؟ حد يقدر يقول حاجه؟ هو كوكا ونتفت اللي ما بيلعبوش كوره صح في الدنيا، مش في المباراه، في الدنيا مخليهم. ومن اول المباراه لاخر المباراه لعبوا 98 دقيقه، اتغير كل الناس الا هم، كوكا ونتفت. ده ما نقدرش نيجي جنبهم. خالد عبد الفتاح يمين، كوكا باك شمال، ظهراء الوسط رامي ربيعه وياسر ابراهيم. خط الوسط بقى قعدنا نجتهد نطلع مين خط الوسط ومين هيبقى في الهجوم. ما هو لعيبه هم كده كبشه كده شويه كده ورماهم في الملعب. فيعني كريم نتفت ومروان عطيه وقفشه خط وسط. خط الهجوم وسام أبو علي راس حربه، امام عاشور ميال ناحيه الشمال، عمر الساعي ميال ناحيه اليمين. ده اللي لاحظناه من سير المباراه. لكن عشان تشوف تشكيل تفهم منه حاجه من الاول استحاله، احنا اللي بنستنتج. عمر الساعي اول مباراه يبدا بعمر الساعي. عمر الساعي لاعب مهاري ولاعب كويس جدا ولاعب على مستوى، لكنه طول مده من ساعه ما خدناه في الصيف اللي فات مركون، يلعب دقيقه 2 5 دقايق بتاع. النهارده شاركوا من اول مباراه وغيروا برضه. في دقيقه 2 انفراد. هنشوف بقى المباراه ماشيه ازاي، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. وعشان ظروفنا الوحشه وعشان حظنا السيء، طلع لنا ابو بكر ساره دوت اللي هو الحكم الموريتاني، انسان غريب الشكل. رغم ده ما عندوش فكره عن التحكيم ولا عنده فكره عن الدنيا، عمال يجري في الملعب طول وعرض وخلاص، ما بيحسبش اي حاجه، ما بيصفرش على حاجه اساسا. هو معاه الصفاره ديت تقريبا مديانها له لعبه ولا حاجه، يعني قالوا له ما تصفرش بيها، امسكها في ايدك واجري. في دقيقه 2 انفراد من الجانب الايسر ناحيه خالد عبد الفتاح، ولا جه جنب اللاعب، مر بسهوله وانفرد وشاط، بس من حسن حظنا ان الشاط بره. ده في الدقيقه 2 اول المباراه. في الدقيقه 10 كره مقطوعه من امام عاشور، الكره اتقطعت من امام عاشور من لاعب اسمه هوتو، وكمل وشاط فوق العارضه برده من حسن حظنا. في الدقيقه 14 تمريره من عمر الساعي لنتفت، كانت كره حلوه قوي اداها له في منطقه جزاء النادي، بس جت المشكله انه اتكعبل فيها نتفت وطلعت منه يد اورلاندو. في دقيقه 15 كوره من قفشه عرضيه والمرمى فاضي خالص، جه ياسر ابراهيم دخل فيها بدماغه. المهم بيدخل فيها بدماغه، المفروض يشوطها ناحيه الهدف اللي عايز يحرز فيه، لا شاطها طلعها بره بدماغه. يعني ياسر ابراهيم عمل نفسه باك على جون الخصم، بدل ما يشوطها جوه الجون لا ده بيطلعها من حلق المرمى. ياسر ابراهيم بيلعب باك ليهم، يعني شيء غريب. يعني في دقيقه 18 انفراد من خالد عبد الفتاح صدها الحارس، بترتد لعمر الساعي، عملها دبل كيك بشكل رائع جدا، بس طلعت فوق العرض. في دقيقه 30 تسديده قويه من امام عاشور على مرمى اورلاندو، دي كانت التسديده اللي هي ممكن نقول انها يعني فيها خطوره. في دقيقه 42 خطا على امام ملوش اي مبرر. امام خد الكوره من ناحيه الشمال ولف اللاعب الباك وخده وكمل ناحيه الشمال، لان الحكم بيصفر. في ايه؟ فاول على عاشور. ازاي؟ ما نعرفش.
في الدقيقه 43 في بقى كوره لامام عاشور في نص الملعب، دي وقعت قلبنا بصراحه. اللاعب اسمه سان جواني عرقل امام عاشور، مسكه من رجله، فامام عاشور قام ومسكه من رقبته ومسكوا في بعض. كانت مشكله كبيره، كان ممكن امام راخر عشان شد معاه في الكلام كان ممكن ناخد انذار، بس لستر ربنا الانذار طلع لسان جواني، والحمد لله امام عاشور فلت منها، لان لو خد انذار هو او مروان عطيه هيتوقف في المباراه الجايه، يبقى احنا خسرنا المباراه ديت، ويبقى في خطوره كمان المباراه الجايه اللي هي بقى في دور الايه الثمانيه. في دقيقه 45 بقى من وسام لامام انفراد، وتدخل قوي جدا من الباك، طلعت الكره كورنر. انتهى الشوط الاولاني على كده بالنتيجه 0-0، وكان المستوى هزيل جدا جدا جدا. ماشي. بدأنا الشوط الثاني، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، هدف لأورلاندو باترس، هدف مبكر جدا في بداية الشوط الأولاني. دي طبعا يعني بقى في عبء على النادي الأهلي، في عبء على لعيبة النادي الأهلي، بقت في مشكلة كبيرة جدا إن يعرفوا يرجعوا تاني للمباراة. أما تبقى على أرضك وبين جمهورك ويدخل فيك هدف، صعب. في الدقيقة 57 من إمام لوسام منفرد، مسكها الحارس. في الدقيقة 61 تسديدة من قفشة خارج المرمى، كان ممكن يعرضها بس قفشة طمع فيها وشاطها خارج المرمى. في الدقيقة 62 كورة بدون عنوان من كريم نتفت كورة كده قام شايطها بره بدون أي داعي، يعني كانت غريبة جدا، يعني ما تفهمش عمل كده ليه. في الدقيقة 64 اول مره يعني كولر يتذكر ان عنده لعيبه احتياطي، واللعيبه الاحتياطي دول المفروض ان كانوا يلعبوا من اول المباراه، بس هو يعني ايه حكمت جت في دماغه كده في الدقيقه 64 انه يغير، فنزل محمد هاني اللي هو الباك اليمين اللي لعب مباراتين قبل كده، في مباراه لعب احتياطي والتاني مباراه كان اساسي. ليه النهارده ميعاده جنبك وهو راجع وجعان كوره وعايز يلعب؟ محمد هاني ميعاده جنبك ليه؟ نزل هاني ونزل الشحات عشان نحس بطعم الخطوره شويه في خط الهجوم، ونزل الدبيس اللي هو المفروض باك شمال اساسي، وخرج قفشه وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي. عمر الساعي انشط اللعيبه، خرجه، يعني هو لما لقى في واحد عليه الطلا كده وبيلعب فقال له خليك انت بره. في الدقيقه 67 رأسيه من رامي ربيعه، اي كلام فوق العارضه. في الدقيقه 69 من الدبيس للشحات، كوره كانت حلوه جدا اماميه من الدبيس اداها للشحات، اللي هم الاثنين اللي نزلوا تغيير، اللي غيرهم، اللي المفروض كانوا يلعبوا من الاول. الشحات المفروض اللاعب الوحيد المهاجم الوحيد اللي في الفرقه، مع اسامه ابو علي قعدوا جنبه. كوره من الدبيس للشحات انفرد وحطها لوب من فوق حارس المرمى محرزا هدف التعادل في الدقيقه 69. قلنا خلاص المعنويات رجعت والدنيا ممكن تزهزه تاني يعني. في الدقيقه 70 تسديده رائعه بعد ضرب وسام، في اللاعب ماكو كان ضرب وسام ضربه جامده جدا، كانت يعني المفروض تتحسب ضربه جزاء. النهارده كان في ضربات جزاء كانت ممكن تحسب ضربتين ثلاثه للنادي الاهلي، الحكم مش هنا، الحكم مش معانا خالص. ابو بكر ساره ده الموريتاني ما كانش معانا خالص. رجعت لكريم نتفد سددها بس طلعت بره. في الدقيقه 71 سلسله هجمات من الاهلي وانذار لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم خد انذار. في الدقيقه 73 دخل السوليه بدل مروان عطيه، خاف بقى على مروان عطيه احسن ياخد انذار ولا حاجه، فطلعه ودخل عمرو السوليه. في الدقيقه 74 شك في ضربه جزاء عدها الحكم. موقو ده داس على قدم وسام ابو علي، داس على رجله في منطقه الجزاء، برضه عداها. دي تاني لعبه خطيره جدا يعديها الحكم ابو بكر ساره. في الدقيقه 82 اكرم توفيق نزل بدل كريم نتفد. واكرم توفيق يا جماعه انا ليا يعني موقف معاه. اكرم توفيق خلاص عقده هينتهي في الصيف اللي جاي، وخلاص عايز يروح الشمال القطري، والراجل اتفق معاهم وخلص وخلاص، ومش هتاخد من اكرم توفيق لعب تاني. يعني خدها مني كده صراحه، اكرم توفيق مش هتاخد منه لعب تاني مع النادي الاهلي. اللاعب مستكتر نفسه على النادي الاهلي. اللاعب واحد من الجمهور بيقول له الجمهور هيزعل منك، قال له ما يزعل،
فهو الراجل بايع يعني، ما عندهوش هميه خالص، وما عندهوش فكره عن النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي. فالراجل ده مش هتاخد منه كوره. لو كولر مصمم انه يحطه في الفرقه، لا، انتوا كاداره وكفاهمين اداره، الراجل ده مش هتاخد منه كوره، ريحه. بيعه بقى الست شهور اللي فاضل دول، حاول تبيعه يجي لك منه حتى ايراد، لان هو قعدته ملهاش لازمه. هو هيقعد الست شهور دول يقبض ومش هيديك حاجه، لانه خلاص هو سيستم نفسه واتفق وخد فلوس من الناس التانيه وخلاص، هو كده كده ماشي. فانت هتقعد يعمل معاك ايه؟ بيلعب بدون روح. النهارده 3 4 كور راجعين منه طالعين من رجله للفرقه التانيه، دماغه مش معانا بقى خلاص. احنا نفهم كده المفروض يعني. نزل بدل كريم نيدفيد في دقيقة 83 كرة مقطوعة من الشحات، اتقطعت منه بغرابة شديدة جدا، باستهتار كده اتقطعت منه، خدها لاعب اسمه جيلبرتو وشاط، جاب الهدف الثاني. كانت كرة عرضية دخل فيها لاعب اورلاندو بدماغه، كملها، احرز الهدف الثاني في الدقيقة 83. وحتى النادي الاهلي في مأزق يعني، خلاص 83 فاضل 7 دقايق، والحكم ادانا 7 دقايق كمان، يعني بعد الهدف ما جه يتحسب حوالي ربع ساعه ما قدرناش نعمل حاجه، لان مفيش لعيبه في الفرقه، مفيش تشكيل، مفيش مدرب اساسا. في دقيقه 85 كره منظمه من اورلاندو، كان طبعا بيسيطروا بقى وبيلعبوا وبيقسموا وبيلعبوا سبعات وثمانيات، والدنيا كانت رايقه خالص معاهم في نص الملعب. في الدقيقه 88 تسديده يساريه من وسام، كانت صاروخ بصراحه، عدت بجوار القائم الايسر. في الدقيقه 89 كعبله برضه لوسام، والشحات خدها وشاط بره. جينا اللعيبه بتكلم الحكم، خلاص اللعبه عدت ومفيش اي حاجه، الحكم ما بيحسبش. في الدقيقه 92 رأسيه من وسام ضعيفه جدا خارج المرمى. في الدقيقه 94 وسام برضو في ركنيه للنادي الاهلي كان السبب فيها وسام، اتعرضت برضو. كل الركنيات اتحسبت لنا حوالي 10 15 ركنيه في الربع ساعه الاخيره، ما استفدناش منهم حاجه. في دقيقه 95 اللاعب شاط رجل ياسر ابراهيم جوه منطقه الجزاء، المفروض كانت تحسب بلانتي، لا ده حسب فاول على ياسر ابراهيم. حكم مش ممكن، حكم ملوش حل يعني، الراجل ما كانش يعني ما كانش بيشوف اساسا يعني. حسبها ضد ياسر ابراهيم. في الدقيقه 97 رامي ربيعه جات له الكوره بعد لعبتين ثلاثه، وكان في لاعب متسلل بس في لعبه قديمه، في لعبه جديده واتلعبت بعديها لعبتين، فالمفروض ان اللاعب خلاص التسلل راح والتسلل زال اثره. رامي ربيعه شاط احرز الهدف الثاني للنادي الاهلي، ولكن الحكم حامل الرايه اشار بتسلل. يعني الحكم النهارده لا عايز يدي بلينات ولا عايز يحسب اهداف ولا عايز يعمل اي حاجه، هو وكولر النهارده علينا. الحكم ابو بكر ساره وكولر، هما الاثنين النهارده كانوا على النادي الاهلي، خلصوا عليه. المباراه انتهت 2-1، ودي الهزيمه الثانيه للنادي الاهلي في دوري المجموعات السنه دي، ما حصلتش من مده كبيره جدا. قعدنا 27 او 28 مباراه بدون هزيمه، ونيجي نتهزم خلال 3 مباريات مرتين في افريقيا، مره من شباب بلوزداد والنهارده من اورلاندو. يعني شيء وحش جدا، شيء ما نتخيلهوش بعد رحله النجاح ورحله ان النادي الاهلي ظاهر بشكل قوي جدا، نيجي النهارده ومن كام يوم نتهزم على ارضنا. يعني اتهزمنا المره اللي فاتت من شباب بلوزداد في الجزائر وفي الدقيقه الاخيره ومش عارف ايه، يعني كلام ملابسات، لكن النهارده على ارضنا نتهزم 2-1 بفعل فاعل. كولر هو السبب، كولر يا جماعه هو سبب الهزيمه. نتمنى ان اداره النادي الاهلي تاخد بالها، نتمنى ان كابتن محمود الخطيب والقائمين على كرة القدم في النادي الاهلي ان هم يمشوا الراجل ده، كفايه عليه كده. احنا بقالنا كام مباراه بنقول كفايه على كولر كده، كولر مش هيدينا حاجه تانية يا جماعه، كولر كده هو كده اخره. فنتمنى ان يبقى فيه قرار ناجز من الاداره ان هم يريحوا كولر بقى، كفايه عليه كده. عندنا برضو اكرم توفيق يريحوه بقى، يحاولوا يعرضوه للبيع، يستفيدوا بالست شهور اللي فضلوا دول وكده، ونبدا ان احنا ننظف الفرقه ونبدا ان احنا نشتغل شغل تاني على جديد، لان بالمنظر ده
صعب ان احنا نفوز باي بطولة السنة دي. نتمنى الخير للنادي الاهلي ونتمنى التوفيق في المباريات القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.